البنت دي بتكذب وحاطه فلتر. ده نفس الكلام اللي كنت هقوله لنفسي بالظبط لو انا شفت الصورتين دول. معظم الكومنتات عندي بعد ما نزلت المنتج ده قلت لكم ان انا استخدمته فتره كبيره علشان اوصل للنتيجه دي، كلكم كدبتوني وانتوا عندكم حق. ان صعب انك تصدقي ان ممكن تتغيري من كده لكده بسبب منتج، وانا قلت لكم قبل كده ان هو بسبب المنتج ده بس، بسبب حاجات كتير، بس المنتج ده كان اساسي منهم. فوانا بطبق معاكم الزيت ده، تعالى احكي لك على كام حاجه كده ممكن تعمليها بالزيت ده غير ان هو يفتحك يشدلك وشك. زيت لمسه شد ونضاره البشره من بيت الزيت، انا مش بس بستخدمه على وشي، عارفه بعد ما تعملي شيفنج استخدميه. طب هو بيعمل ايه بعد الشيفنج؟ في زيت صمغ المر وفي زيت لبان الذكر، الاثنين دول بيهدوا البشره جدا، والله ما بيطلع لك حبايه تحت الجلد بعد كده. عايزه اقول لك على حاجه، ان في ناس بيجي لهم حساسيه، لازم قبل ما تستخدمي زيت لمسه شد ونضاره البشره من بيت الزيت لازم الاول تعملي اختبار حساسيه. تاني استخدام للسيرم ده انا بحطه مع الديرما رولر. انا بعد الولاده طبعا كان عندي ستريتش مارك رهيبه، فالحاجه والله العظيم اللي قللت لي الستريتش مارك كان هو اللي بقول لك عليه ده، لبان الذكر والصمغ المر، وانا متاكده ان مفيش حد اشترى من ورايا زيت لمسه وندم عليه. طبعا ثالث واهم استخدام هو بيشد البشره وبيفتحها. سلام يا مزه قلبي.